يا ترى شو ذنب طفلة عمرها 8 سنوات بس إنها تدفع الثمن بحياتها بس لأنه مدرستها وظفت معلمة مريضة نفسيا؟ قضية اليوم جريمة مدرسية زي ما انتو طلبتوا بالمنتدى، واستعدوا لأنكم رح تسمعوا تفاصيل مأساوية وكمية ظلم مستحيل تتخيلوه. بس قبل لا نبدأ لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا مهتمين بمحتوى قصص الرعب والجرائم. وبدون ما أطول عليكم خلونا نبدأ. في يوم دراسي عادي في المدرسة الابتدائية، يوم يعتبر روتيني، كل الأطفال فرحانين إنهم أخيرا رح يرجعوا البيت بعد يوم دراسي طويل ويقعدوا مع أهلهم ويستمتعوا وبيحكوا مع زمائلهم شو رح يسووا بكرة ويتكلموا عن كيف يومهم مضى. وكيم هانول واحدة من الطالبات كان حالها حال أصدقائها، رن الجرس وهانول طلعت بالممرات مع صديقاتها وزملائها بالمدرسة ليطلعوا وبيكونوا أهلهم منتظرينهم برا. ولكن بعد ما راحوا كل الطلاب وهانول كانت بتمشي وراهم، فجأة نادت عليها معلمة عندها بالصف، قالت لها: هانول تحبي نقرأ كتاب مع بعض؟ هانول عمرها بس 8 سنوات، يعني لما معلمة تعرض عليها انها تسوي شيء او يعملوا شيء مع بعض اكيد رح توافق بدون تردد، لانه هي المعلمة يلي بتدرسها بتقابلها كل يوم وبتثق فيها. لان شو وظيفة هاي المعلمة من الاساس؟ وظيفتها انها تحميها وتقدم لها حب وتدرسها. من المفترض بهذا الوقت انه يكونوا اهل هانول مطمنين، هذا المكان اللي هناك في ناس كبار، ناس بالغين، ناس بيقدروا يحافظوا على اطفالهم. ولكن يلي صار كان العكس تماما. هانول وافقت على العرض يلي قدمته المعلمة لها وراحت للغرفة يلي فيها المواد السمعية والبصرية. ومن هذا الوقت هانول ما رجعت شافت أهلها مرة كمان. الموعد الأساسي لخروج الطلاب هو الساعة 4:30، يعني هانول إذا تأخرت كتير وراحت تتكلم مع صديقاتها أو حتى نسيت شي بالفصل ورجعت تجيبه، أقصى مدة رح تتأخر فيها هي 44 دقيقة، يعني بعد 10 دقايق بالضبط. الساعة صارت 54 دقيقة والمدرسة بدأت أنها تفضى وهانول لسه ما نزلت. الساعة 5، الساعة تصير 5:30. هلأ بدأوا أهل هانول إنهم يقلقوا، وجدتها كمان راحت لتشوف هي وين. وخلوني أحكي لكم إنه هانول كان معها جوال، وهذا الجوال كان فيه زي تطبيق تتبع، فمثلا إذا هي هلأ بالبيت راح يطلع إشعار لعائلتها على جوالهم إنه البنت موقعها في المكان الفلاني. بس الصدمة إنه لما شافوا موقع هانول كانت لسه جوات المدرسة بدأت تخلى، كل المعلمين رجعوا بيوتهم، ما في أي حدا بالمدرسة، وهانول لسه موقعها موجود هناك. فيا ترى شو اللي أخرها بداخل المدرسة لكل هذا الوقت؟ جدة هانول بدأت أنها تبحث عنها بكل مكان، فراحت تبحث عليها، تنادي باسمها بالممرات، بس ما كان في أي رد. وصلت الجدة عند غرفة الإذاعة أو غرفة المواد السمعية والبصرية زي ما حكيت لكم، بس كانت المعلمة بتوقف عند الباب. الجدة تسألها: شفتي هانول؟ لا ما شفتها، أكيد طلعت مع الطلاب. طيب عادي أشوفها بهاي الغرفة؟ لا صدقيني بهاي الغرفة مستحيل يكون في حدا، أصلا هاي الغرفة عادة بتكون متسكرة، وليش هانول رح تدخل هون؟ جدة هانول كانت على نياتها وصدقت المعلمة، لأنه ليش معلمة رح تفكر إنها تأذي طفلة بالابتدائي؟ وكل ما الوقت يمر كان القلق عند عائلة هانول بيزيد أكثر وأكثر. بعدين اجت الشرطة وقرروا انهم يفتشوا بنفس المكان يلي الجدة كانت فيه عند غرفة الإذاعة، لأنه أصلا الموقع كان مطلع لهم انه موقع هانول أو موقع جوالها حتى كان داخل هاي الغرفة. يطرقوا الباب أكثر من مرة، ينادوا على اسمها، يسألوا إذا في حدا جوا، بس ما كان في أي رد. وهنا الشرطة قررت وأخيرا إنهم يكسروا الباب، لأنه الباب كان متسكر. ولكن لما كسروا الباب كانت هي أقوى صدمة بحياتهم. أول ما فتحوا الباب أول شي شافوه هانول كانت على الأرض مليانة دم، حرفيا جسمها كان عبارة عن اللون الأحمر من كثر ما هي كانت انطعنت ونزفت. وشافوا المعلمة جالسة بالزاوية عند الحيط في خدوش على رقبتها وإيدها، وجالسة وهي بترتجف وخايفة. هانول انتقلت للمشفى وفورا أعلنوا وفاتها. أما بالنسبة للمعلمة فألقوا القبض عليها. هاي المعلمة كم كان الفرق بينها وبين هانول؟ 40 سنة. هاي المعلمة كان عمرها 48، فأعطوني مبرر واحد يخليها تقتل هاي البنت البريئة.
بعد ما أخذوا المعلمة ليفحصوا صحتها العقلية، اكتشفوا إنها بتعاني من اكتئاب حاد من 5 سنين مضوا، يعني من 2018. من الأساس المفترض إنه المعلمة تاخذ إجازة لمدة 6 أشهر من ديسمبر 2024 لين شهر 6 في عام 2025. معلمة فجأة دخلت لهم بشهر واحد. هلأ المفترض إنها ما تتعامل مع أطفال، ما تدرس لهم، ولا حتى تتعامل مع المعلمين، لأنه يمكن أي شيء بسيط يغضبها تقتلهم أو تأذيهم. والمدرسة ما انتبهت على كمية التحذيرات اللي كانت على هاي المعلمة، إنها كانت بتغضب على الطلاب كثير. وفي مرة كان في معلم زميل لإلها سألها: انت بخير؟ يعني المفروض انك ترجعي بعد 6 أشهر، انت هلأ رجعتي بعد أقل من شهر واحد. راحت وضربت هذا المعلم وكانت رح تكسر ذراعه. تخيلوا كل هاد بس لأنه سألها عن صحتها النفسية. فخمنوا شو ممكن يصير إذا حدا استفزها بكلام. قبل 5 أيام من جريمتها الفظيعة حطمت ممتلكات بالمدرسة، كمان تهاوشت مع معلمة وأخذت ذراعها وحاولت تخنقها بيه. ولكن للأسف كل ما معلم أو معلمة يشتكوا ويقولوا هي مش صالحة هلأ إنها تعلمت أطفال أو تتعامل مع الناس، ما كان في أي حدا مهتم. كانوا مفكرين إنه الموضوع عادي ورح يمر بسلام وفترة ورح تتحسن. ولكن بعد ما الطب الشرعي شافوا جثة الطفلة المسكينة هانول، شافوا إنه كان في آثار على جسمها إنها بتحاول تدافع عن نفسها من هاي المعلمة يلي قررت فجأة إنها تقتلها بدون أي سبب. أما بالنسبة للمعلمة فهي كانت مخططة لكل شيء بالتفصيل، ولكن ما حددت مين الشخص يلي هي حابة إنها تقتله. يعني إنها اشترت سكين قبل الشغل بكم ساعة، وكمان إنها اختارت هاي الغرفة بالذات لأنه ما حد كان بيدخلها، وهي اللي فتحتها بكير عن المعتاد. يعني مثلا إذا هي كانت بتفتح الساعة 8 هي راحت فتحتها الساعة 6. وفوقها إنها اشترت سكين مخصوص لهي الجريمة. يعني إذا حاولنا نتكلم من منطق انها بس كانت نوبة غضب او انها ما كانت بكامل قواها العقلية وهي بتعمل شي زي هيك، كانت على الاقل رح تستخدم شي حولها، شي من ممتلكات المدرسة مثلا انها تقتلها بيه او انها تحاول تأذيها. بس لا، هي اشترت سكين بس عشان تعمل هيك. وبالنسبة لنقطة انها ما اختارت شخص معين لتقتله، فهي كانت موقفة عند باب الصف وانتظرت اخر طالب يطلع منه وبدأت تستدرج هذا الطفل يلي هو كان هانول. المشكلة الاكثر كانت عند الاطباء، لانهم حكوا انه بعد هاي 3 أسابيع انها خلاص فجأة صارت مؤهلة انها تشتغل مع الاطفال، صارت مؤهلة انها تروح تتعامل مع المعلمين زملائها وتعيش روتينها اليومي مثل ما كان قبل. وهذا أصلا تناقض كبير، لأنهم بالأول حكوا إنه حد أدنى إنها تجلس تتعالج لمدة 6 أشهر، فكيف بس بعد شهر واحد أو أقل خلاص تحسنت؟ هم حكوا هيك بحجة إنه الأعراض راحت من عندها. وبعد هاي الجريمة البشعة اللي صارت القانون تغير تماما، وهلأ إذا شافوا معلم أو معلمة غير سويين نفسيا أو بيطلع منهم تصرفات غريبة فلازم يخبروا على طول، ورح يتم اتخاذ أمامهم إجراء، ورح يتم التصرف، ورح يتحط سيستمات وأشياء كتير عشان يقيموا صحة المعلمين. بس هلأ بعد إيش؟ بعد ما فات الأوان وانقتلت طالبة بدون أي ذنب. ولكن يلي أثار الغضب في الانترنت أكتر إنه أبو البنت طلب من وون يونغ اللي هي الآيدول المشهورة في فرقة آيف إنها تحضر جنازة بنته، بس طلب منها هيك لأنه بنته كانت جدا معجبة بآيف ووون يونغ بالذات. بس التعليقات حكت أنت ليش تجبر مشهورة أو مشهور على إنهم يحضروا جنازة بنتك؟ كان في تعليقات جدا سلبية، وما كان التركيز على إنه بنت صغيرة انقتلت بدون أي سبب، وركزوا في إنه كيف يطلبوا من مشهورة إنها تحضر جنازة بنتهم. بس طبعا الشركة ما قدرت إنها تبعت وون يونغ بنفسها، لأنه كلنا بنعرف الآيدولز في كوريا أكيد بيكونوا كتير مشغولين وجدولهم مزدحم، فالشركة اضطرت إنها تبعت زي إكليل ورد وفوتو كاردز لوون يونغ ورسائل تعزية. بس البعض الآخر من الكومنتات كان بيحكي إنه كيف ما تبعتوا وون يونغ بنفسها، هاي وحدة ماتت ولازم يحضروا، ولأنه هذا الشيء رح يأثر كتير ويوجه النظر على قضية البنت المسكينة يلي ماتت بدون سبب. ركزوا أحسن على القضية بدل ما أنتوا تركزوا على إنه كيف مشهورة حضرت أو ما حضرت.
بتنتهي القضية على هيك. بتمنى تكونوا استمتعتوا كثير بقصة اليوم، وإذا حابين أنه أعمل قصص كثير بنفس هاي الفكرة احكولي، وكمان تابعوا المنتدى لأنه بنزل فيه شوف بدكم نوع الفيديوهات وبسأل عن أشياء كثيرة مهمة، ويمكن يمكن بس مش أكيد أنه أنا أعمل بث بنهاية هذا الشهر. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان إذا عملت بث أو حتى نزلت منتدى أسألكم فيه عن شيء يوصلكم أنتم أول ناس. لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، وشكرا أنكم تفرجتوا بالنهاية، واحكولي رأيكم عن هاي القضية أو الجريمة، وشو العقاب يلي بتستحقه هاي المعلمة في التعليقات. أشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله، وباي باي.